تعرف إن في 90% من اللي بيبدأوا في مجال التسويق الإلكتروني بيسيبوه بعد أول 3 شهور؟ مش عشان مثلا المجال ده صعب ولا حاجة، أكيد طبعا لأ، ده عشان بس هم بيكونوا فاكرين إن التسويق ده مجرد إعلان، ومجرد ما تحط فيه فلوس هيبدأ يجيب لك أرباح ومبيعات. بس الحقيقة إن التسويق ده بيكون عبارة عن لعبة نفسية، واللي بيقدر يتعلم فيها هو اللي بيقدر يكسب. تعال أقول لك بقى إزاي تبدأ صح وتبقى واحد من 10% اللي فعلا بينجحوا في مجال التسويق الإلكتروني. أنا محمد نادي، والنهاردة إن شاء الله أنا جاي أكلمك في أهم 5 خطوات هتخليك مسوق إلكتروني محترف حتى لو أنت كنت لسه مبتدئ. أنت كل يوم بتبدأ تشوف إعلانات وتقول أكيد الناس دي بتحقق أرقام ومكاسب خيالية، بس عمرك سألت نفسك هل المسوق ده وصل لكده إزاي؟ هل هو مثلا كان عبقري من أول يوم اشتغل فيه في التسويق الإلكتروني؟ ولا مثلا هل هو عنده حظ أحسن منك وبمجرد ما بيعمل إعلان بيبدأ يضرب معاه ويحقق مبيعات؟ السر أكيد مش في الحظ ولا في إن في حاجة بتنجح معاه كل مرة عن طريق الصدفة. النهاردة أنا جاي إن شاء الله عشان أقول لك السر في 5 خطوات بسيطة، لو بدأت بيهم من النهاردة في الإعلانات بتاعتك إن شاء الله هتبقى مسوق إلكتروني محترف، والناس هتبدأ تدور عليك في السوق. بس عايزك قبل ما نبدأ لو مش مشترك في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل دروسنا اللي جاية. وطبعا بقى ما تنساش تدعمني باللايك الجميل بتاعك، وتسيب لي كومنت لو شايف ان المحتوى ده هيبقى مفيد ليك او لغيرك. طيب تعالوا بقى نروح لأول سر عندنا عشان تبقى مسوق إلكتروني محترف، وهو إنك تفهم الأساس مش الأدوات. كل يوم ناس بتسألني أبدأ أتعلم إيه الأول؟ هل أتعلم الفيسبوك ولا جوجل أدز ولا أتعلم مثلا التيك توك؟ طب أشتغل على إيه؟ شوبيفاي ولا يوكان ولا إيزي أوردر ولا وورد بريس؟ وأنا دايما برد عليهم بجملة واحدة بس، ما بردش عليهم بغيرها: افهم الأساس الأول، ما تفهمش الأدوات. الأدوات دي ممكن تتغير، وكل سنة هيطلع لك منصة جديدة ومصطلحات جديدة، بس اللي فاهم الأساس هو الوحيد اللي بيقدر يكمل وبيقدر يحقق أرباح من خلال التسويق الإلكتروني. يعني مثلا النهاردة كل الناس بتجري ورا إعلانات التيك توك أدس مثلا، فأنت هل هتجري وراهم عشان تتعلم التيك توك وأدواته وإزاي تعمل عليه إعلان؟ طيب وبكرة لما تيجي منصة جديدة هل هترجع تجري وراها وتتعلمها هي كمان، ولا هترجع تبدأ من الصفر؟ خليني أحكي لك قصة بسيطة. في 2010 كان في مسوق كان شغال كل شغله على إعلانات الفيسبوك بس. الراجل ده كان بيكسب كويس جدا جدا، بس فجأة الفيسبوك غير النظام وعمل أبديت على النظام بتاع الإعلانات بتاعته، غلى بقى الأسعار والمنافسة بقت شديدة جدا جدا على الفيسبوك. كان اللي معتمد على الأداة بس وبيدوس مجرد أزرار نيكست وببلش خلاص وقع وما بقاش قادر يكمل الشغل، لكن المسوق ده فضل شغال وشغله بيكسب وقادر يحقق أرباح، لأنه ما كانش بيبيع إعلان، هو كان بيبيع فكرة، وكان عارف وفاهم هو بيكلم الناس إزاي. أول ما المنافسة زادت في الفيسبوك والإعلانات بقت تضرب من التحديثات اللي كانت بتحصل، راح وانتقل بكل سهولة لمنصة تانية وليكن اليوتيوب أدز، شوية وانتقل بعدها لجوجل، شوية وانتقل بعدها لمنصة تاني، وفضل مكمل وبيجرب على كل المنصات وقادر إن هو ينجح في كل المنصات. وده حصل ليه؟ لأنه كان فاهم القواعد مش حافظ شوية أزرار وخلاص. وده اللي أنا بحاول أوصله لك. قبل ما تتعلم إزاي تعمل إعلان افهم أصلا يعني إيه تسويق، اعرف ليه الناس بتشتري وايه اللي بيحركهم عشان يقوموا بعملية الشراء، وايه كمان اللي بيخلي منتج يعيش ومنتج تاني يموت. لو عايز تبقى مسوق ناجح لازم تفهم السلوك البشري وتعرف تحلل البيانات، وكمان لازم تبقى عارف الكتابة الإعلانية اللي هي الكوبي رايتنج، وكمان لازم تعرف ازاي تقدر تبني براند بيكلم الناس بلغتهم. صحيح هي الأدوات هتساعدك تنفذ ده، بس مش هي اللي هتخليك مسوق محترف. زي مثلا وليكن لو قلنا مثال ان واحد معاه سكينة وادوات مطبخ، ده مش معناه انه بقى شيف محترف، لكن اللي بيطبخ حلو هو اللي عارف وفاهم ازاي يطلع الطعم بالشكل اللي هو عايزه، لكن مش مثلا اللي عنده ادوات مطبخ اغلى هو اللي هيبقى محترف. المطبخ الغالي ما هي الا ادوات بتساعدك على انك تنفذ اللي انت عايزه وهتريحك وانت بتنفذ ده. بالظبط زي الاعلان، الادوات هتساعدك انك تنفذ اللي انت عايزه لكن مش هي الاساس. اتمنى تكون الفكرة وصلت وتكون عرفت ان اللي بيفكر تسويقي اكيد بيعرف يكسب اكتر. فالمرة الجاية لما تلاقي نفسك بتسأل اتعلم انهي بلاتفورم الاول، اسأل نفسك السؤال الاهم: انا فاهم انا بعمل ده ليه وعايز اتعلمه ليه، ولا انا عايز اتعلمه كده وخلاص مجرد ان افهم الادوات؟ ما تفهمش الادوات
افهم الأساس، لأن الأدوات ممكن تديك وظيفة بس الفهم هو اللي بيخليك مسوق محترف. طيب تعالوا بقى نروح لتاني سر عندنا هيخليك مسوق إلكتروني محترف، وهو اتعلم تحلل المنافسين. صحيح هو سر بسيط جدا، بس هو اللي بيفصل بين اللي بيكسب واللي بيفشل في التسويق. اللي بيفهم المنافسين بيقدر يكسب، واللي بيتجاهلهم بيتسحق مش بس بيخسر. بس خلي بالك، تحليل المنافسين مش انك تروح تبص على اعلان حد وتقلده كده وخلاص، ولا انك مثلا تدخل موقعه وتشوف هو بيعمل ايه وتعمل زيه. الموضوع بيكون اعمق من كده بكتير. في شركة صغيرة في 2018 كانت بتبيع منتجات عناية بالبشرة. المنافسين حواليهم كانوا مولعين الدنيا ونازلين السوق بإعلانات بالملايين. هم ما كانوش قادرين يصرفوا نفس المبالغ اللي المنافس ده كان بيصرفها، فقرروا ان هم يشتغلوا بعقلهم مش بميزانيتهم. بدأوا ان هم يحللوا المنافسين ويفتحوا صفحاتهم ويشوفوا تعليقات الناس، وعرفوا الناس بتشتكي من ايه بالظبط في المنتج ده. لقوا ان اغلب الشكاوي كانت ان المنتجات بتسبب تهيج للبشرة وبتعمل لهم حساسية في بشرتهم. ففكروا وراحوا طالعين بحملة وكان عنوانها منتجاتنا من غير أي كيماويات، ومن غير حتى ما تخاف على بشرتك من الحساسية أو من التهيج. ركزوا على النقطة دي اللي هي المنافسين أصلا كانوا وقعوا فيها والعملاء ما كانوش راضيين عنها. في أول 3 شهور مبيعاتهم زادت بنسبة 180%. وده يورينا إن التحليل مش عشان إن أنت تقلد وخلاص، التحليل ده عشان تقدر تفهم السوق رايح على فين بالظبط، وتلاقي مكانك في وسط السوق وفي وسط المنافسة اللي موجودة. في دراسة اتعملت سنة 2024 بتقول إن في 64% من الشركات اللي عندها نظام واضح لتحليل المنافسين بتتفوق عن باقي الشركات في الأداء التسويقي بنسبة 2.5 تقريبا. يعني باختصار كده، اللي بيقدر يحلل هو اللي بيقدر يكسب ويحقق أرباح. طيب إزاي بقى تقدر تحلل منافسينك؟ في 4 خطوات بسيطة بس فعالة جدا جدا لتحليل أي منافس. أول حاجة هي إنك لازم تحدد منافسينك الحقيقيين. مش أي حد بيبيع حاجة شبهك يبقى منافس ليك. ركز على اللي بيكلم نفس جمهورك ونفس الشريحة اللي انت بتستهدفها. طيب وتاني حاجة، وهي إنك تدرس المنتج بتاعهم. اعرف إيه المميزات اللي عندهم وإيه هي العيوب في منتجهم، والناس بتقول إيه عن منتجاتهم في التعليقات عندهم، وابدأ ادرس التعليقات دي. طيب وتالت حاجة، إنك تحلل أسلوب التسويق بتاعهم. يعني مثلا تعرف إعلاناتهم ماشية على أنهي بلاتفورم، وبيستخدموا صور ولا فيديوهات. وركز كمان على نغمة الكلام عندهم بتبقى عاملة ازاي، وبيدخلوا للعميل من انهي مدخل ومن انهي زاوية. طيب ورابع حاجة، وهي انك لازم تفهم جمهورهم وتعرف مين اللي بيشتري منهم بالظبط، وتبدأ تدرسهم وتعرف عنهم كل حاجة. تعرف السن والنوع والاهتمامات، وكمان تعرف ايه هي المشاكل اللي بيحاول يحلها المنتج ده للعملاء. لانك كل ما هتفهم جمهور المنافس اكتر، كل ما هتعرف ازاي تخطف منه منافسين اكتر من السوق. وخليك دايما عارف إن المنافس ده مش دايما بيكون عدوك، أوقات بيكون أكبر مصدر للمعلومات يخليك تتفوق عليه. فاللي عايزه منك في المرة اللي جاية لما تيجي تعمل إعلان، أو لما تشوف مثلا إعلان للمنافس بتاعك، ما تفضلش تضحك وتتريق عليه وتطلع الأخطاء اللي فيه، وكمان ما تقلدوش زي ما هو وخلاص. افهم هو بيعمل كده ليه وبيكلم مين وليه الناس بتتفاعل معاه، أو مثلا ليه الناس بتقول كلام مش كويس على المنتج بتاعه. ساعتها هتعرف انك مش محتاج تبقى الاول في السوق، انت محتاج بس انك تكون الاذكى. طيب تعالوا بقى نروح لتالت سر عندنا من اسرار اللي هتخليك مسوق الكتروني محترف، وهو انك لازم تفهم جمهورك كويس جدا جدا. في مسوقين بيصرفوا الاف على الاعلانات وبيرجعوا يسالوا نفسهم في الاخر هو ليه محدش بيشتري مني. والاجابه بسيطه جدا جدا، لانك بتتكلم مع كل الناس بلغه هم مش فاهمينها اصلا. لازم تبقى عارف ان المشكلة مش في المنتج ولا حتى في الاعلان بتاعك. المشكلة ان انت مش فاهم ومش عارف مين اللي قدامك، ومش عارف انت بتوجه كلامك ولا بتوجه اعلانك لمين. في مقولة شهيرة جدا جدا عن التسويق بتقول لو انت بتحاول تبيع لكل الناس فانت مش هتعرف تبيع لأي حد. وده اللي بيحصل مع الشركات اللي بتبيع منتجات. وليكن مثلا لو قلنا منتجات زي منتجات التخسيس، بيبقوا عاملين اعلانات حلوة جدا جدا، وبيكون بيقول لك مثلا خس وليكن 10 كيلو في اسبوع. صحيح بيكون شكل الاعلان حلو ومغري وبيخلي العميل يتفاعل معاه، بس النتيجة ان ما بيبقاش فيه اي مبيعات من الاعلان ده، لحد ما يجي مثلا واحد عندك من الفريق ويقرر انه يسمع الناس ويعرف هم عايزين ايه بالظبط. فيروح مثلا وليكن على جروبات الفيسبوك ويبدأ يقرأ تعليقات ويشوف الناس بتسأل عن ايه، ويعرف ايه هي مشاكلهم. وبيبدأ يكتشف ان اغلب الحوار مش بيدور اصلا على خسارة الوزن بسرعة، هم بس بيدوروا على الثقة في نفسهم وفي شكلهم،
عايزين يحسوا ان شكلهم حلو قدام نفسهم قبل ما يكون شكلهم حلو قدام الناس، عشان بس يكسبوا ثقتهم في نفسهم ويبقوا مطمنين ومرتاحين كده من جواهم. فتبدأ الشركة دي تبدل الإعلان ويبدأوا يغيروا صيغتهم وكلامهم ويقولوا إن أنت هتخس عشان نفسك مش عشان الميزان أو مش عشان الناس. فيلاقي مثلا إن في أول أسبوع المبيعات عنده هتزيد وليكن بنسبة من 200 ل 300%. طب ده حصل ليه؟ ده حصل عشان المرة دي الشركة ما كانتش بتبيع المنتج، هي كانت بتكلم مشاعر موجودة عند العميل وعامله له مشكلة، والمنتج ده هو اللي هيحل له المشكلة دي. في دراسة عملتها Think with Google سنة 2023 أكدت إن في 85% من القرارات الشرائية بتتأثر بالعاطفة أكتر من المنطق. يعني الناس بتشتري الإحساس مش بتشتري السعر. وعشان كده لازم دايما تسأل نفسك قبل أي إعلان: أنا فاهم مين اللي هيشوف الإعلان ده؟ وعارف إيه هي مشكلته ولا لأ؟ وإيه هو اللي بيخوفه إن هو يقوم بعملية الشراء دي؟ وإيه كمان اللي بيخليه يبقى فرحان ويبتسم ويشجعه إنه يشتري المنتج بتاعي؟ لو قدرت تعرف الإجابات دي هتبيع حتى لو إعلانك كان مش معمول بأفضل شكل أو بأفضل جودة. وعندك مثلا شركة عالمية زي شركة دوف لما عملت حملتها الشهيرة ريل بيوتي ما قالتش مثلا اشتروا صابون دوف لأنه بينعم البشرة، قالت كل ست بتكون جميلة بالطريقة بتاعتها. والمبيعات زادت عندهم لأكتر من 500 مليون دولار في أول سنة واحدة بس. وحولت دوف من براند منتجات تجميل لرمز للثقة والواقعية. يعني باختصار كده اللي عايزك تعرفه واللي عايز أوصله لك إنك لازم تفهم جمهورك قبل ما تحاول تبيع لهم أي حاجة، واسمعهم قبل ما تكلمهم. لازم تسمع أكتر ما تتكلم. المسوق الذكي مش هو المسوق اللي بيصرخ بأعلى صوته في وسط الناس. المسوق الذكي هو اللي بيقدر يوصل بقلبه لقلب العميل ويخاطب مشاعره. طيب تعالوا بقى نروح لرابع سر عندنا من الأسرار اللي هتخليك مسوق إلكتروني محترف، وهو إنك تتعلم التسويق بالمحتوى والإعلانات مع بعض. في غلطة كبيرة بيقع فيها أغلب المسوقين المبتدئين، وهي إنهم يا إما بيقضوا حياتهم كلها بيكتبوا بوستات ومحتوى حلو ومفيش أي مبيعات، يا إما بيعملوا إعلانات مدفوعة وبيصرفوا آلاف ولكن مفيش أي تفاعل. السر هنا بقى بيبقى إيه؟ السر هنا إن النجاح بيجي لما الاتنين يشتغلوا مع بعض. بص يا سيدي، الإعلان هو اللي بيجيب الناس عندك، بس المحتوى هو اللي بيخليهم يفضلوا موجودين معاك. والإعلان هو اللي بيشد الانتباه، لكن المحتوى هو اللي بيقدر يبني الثقة مع العملاء دي. الإعلان بيقول لهم تعالوا، والمحتوى هو اللي بيقول لهم خليكوا. في عالم التسويق الإلكتروني الناس دايما بتنقسم لنوعين: ناس شغالة محتوى وبتقول لك العميل ده لازم يحبني الأول قبل ما أبيع له أي حاجة، وناس تانية بتكون شغالة إعلانات وبتقول لك الفلوس بتيجي من الترافيك مش من الكلام بس. بس الحقيقة إن النجاح مش من طرف واحد، النجاح في الدمج بين الاتنين. المحتوى هو اللي بيخلي الناس تعرفك وتفهمك وتثق فيك، وهو كمان اللي بيبني لك صورة البراند بتاعك وبيخلي العميل يحس إنك مش مجرد تاجر وإنك عايز تبيع له خلاص، لا أنت بتقدم له قيمة بجد حقيقية، مش عايز إنك بس تضحك عليه وتلبسه البيعة زي ما بيقولوا. لكن الإعلانات هي اللي بتحرك الناس، هي اللي بتخلي الجمهور ده ياخد قرار ويشوفك أكتر ويجربك أكتر ويشتري منك. يعني باختصار المحتوى ده بيكون عامل زي البذرة، والإعلان هي المية اللي بتروي البذرة دي. اللي فاهم ده بيقدر يبني تسويق حقيقي، واللي مش فاهم بيقعد يشتكي إن الإعلان مش جايب همه ومش جايب أي نتائج، أو إن الناس مثلا مش مهتمة بالمحتوى اللي هو بيقدمه. لازم تبقى عارف إن الناس مش بتدخل تشتري على طول، الناس بتمر بمراحل عشان تقدر تعمل عملية الشراء دي، وهي إنها أولا لازم تشوفك وبعدين تثق فيك وبعدين تبدأ تشتري منك. وده اللي احنا بنسميه في التسويق الكاستمر جورني او رحلة العميل. فلو انت شغال محتوى بس الناس هتعرفك بس مش هتشتري منك، ولو انت شغال اعلانات بس الناس ممكن تشتري منك مرة بس مش هترجع لك تاني ولا هتشتري منك تاني، لان مفيش اي علاقة ولا ثقة انت بنيتها بينك وبين العميل. الدمج بقى بين المحتوى والاعلانات هو اللي بيخلي البراند بتاعك يعيش ويتعرف ويبقى فيه ثقة بينه وبين العملاء. يعني مثلا بدل ما تعمل اعلان بيقول اشتري المنتج ده، اعمل اعلان بيقول ازاي تحل مشكلتك في دقيقة من خلال المنتج ده، وخلي الحل دايما في الفيديو او في المقال بتاعك. كده انت بتقدر تقدم قيمة للعميل وفي نفس الوقت انت بتقود العميل للمنتج بتاعك اللي انت بتقدمه. كمان خليك دايما فاكر وعارف ان الاعلانات من غير تحليل معناها خسارة، يعني لازم تتابع دايما اداء حملاتك وتشوف مين بيتفاعل معاك ومين بيشتري منك ومنين اصلا بيجيلك الترافيك ده.
المنصات زي ميتا ادس مانجر وجوجل ادس بتديك بيانات كافيه جدا جدا انك تعرف منها ايه اللي بيجيب نتيجه وايه اللي ما بيجيبش معاك وتقفله. لكن عندك بقى المحتوى فده بيحتاج استمراريه وصبر، مش من اول بوست هتكسر الدنيا ولا حتى 10 بوستات، بس لما الناس تشوفك بشكل ثابت وبتقدم فعلا قيمه حقيقيه، ساعتها لما تشوف اعلانك مش هتحس انك عايز تبيع لهم وخلاص، هتحس انك بتكمل معاهم الرحله. وده بيكون لب التسويق الحديث كله، وهو انك تبني علاقه بالمحتوى مع العملاء ومع الجمهور بتاعك، وتحول العلاقه دي لمبيعات بالاعلانات في الاخر. خد القاعده دي مني وما تدورش ورايا، لو كل اعلان عندك معمول عشان يبيع تاكد انك هتخسر، ولو كل محتوى عندك معمول عشان يعجب الناس اكيد مش هتعرف تكسب. لكن الاتنين دايما بيكملوا بعض، وقتها فعلا هتقدر تبني مشروع يعيش، مش حملة هتعدي كده وتقع بعد الحملة دي وما يكونش عندك أي تفاعل ولا أي ترافيك. طيب تعالوا بقى نروح لآخر سر عندنا، وهو السر الخامس، وهو التجربة والتحليل والتطوير المستمر. في ناس دايما كده بتتعامل مع التسويق كأنه طلقة واحدة بس، يا تصيب يا تخيب. لكن الحقيقة التسويق ملوش زر للنجاح، هو سلسلة من التجارب والتحاليل والتطوير المستمر. اللي بيجرب ويفهم ويتعلم هو اللي بيعرف يكسب في الآخر. طيب خليني أوضح لك أكتر. لما تعمل مثلا إعلان أو حملة تسويقية، أول حاجة لازم تفهمها إن مش كل حاجة هتنجح من أول مرة. حتى أكبر الشركات في العالم بتعمل حاجة اسمها الإي بي تيستينج. يعني ببساطة هم بيجربوا نسختين من نفس الإعلان، واحدة فيها صورة مثلا مختلفة أو عنوان مختلف أو حتى كول تو أكشن مختلف، ويشوف مثلا أنهي واحدة فيهم جابت نتيجة أفضل. مثلا عندك شركة زي شركة اير بي ام بي، لما كانت بتبدأ جربت عشرات النسخ للإعلانات، واكتشفوا ان مجرد تغيير في طريقة كتابة الوصف زود معدل الحجز بنسبة ضخمة جدا جدا. الفرق ما كانش في المنتج، الفرق كان في التحليل والتجربة. وطبعا التحليل هنا ما بيكونش عشوائي، في ادوات كتير بتساعدك ازاي تفهم جمهورك، زي مثلا عندك الجوجل اناليتكس عشان مثلا تقدر تعرف الزوار بيجوا منين او بيقضوا وقتهم فين على الموقع بتاعك. طيب وتاني اداة عندنا وهي الميتا ادس مانجر، عشان تقدر تتابع اداء اعلاناتك وتعرف التفاعل الحقيقي. كل معلومة من دي هي كنز لو عرفت تستغلها صح. طيب بعد بقى ما تحلل بياناتك بتيجي مرحلة التطوير. يعني ما تكتفيش انك تقول الحملة نجحت وخلاص كده ما عنديش حاجة تانية اعملها. اسأل نفسك طب هي ليه نجحت؟ هل مثلا عشان التصميم ولا عشان المحتوى ولا مثلا عشان الجمهور ولا التوقيت؟ وجرب تكرر النجاح ده على نطاق اوسع. ولو الحملة فشلت معاك ابدأ اسأل نفسك الأسئلة دي بس بالعكس، يعني ابدأ جرب حاجة عكس اللي انت عملتها. الفشل في التسويق مش هو النهاية، ده مجرد فيدباك انت بتاخده بشكل مجاني من السوق بيعلمك عشان تقدر تحسن في حملاتك اللي جاية. سبوتيفاي في بدايتها كانت بتعمل حملات تقليدية جدا جدا، لما حللوا الداتا اكتشفوا ان الناس بتحب القصص الطريفة اللي بتحصل من خلال استخدام المنصة، فبدأوا يعملوا حملات زي جولز 2018 اللي كانت بتحكي عن أغرب قوائم التشغيل اللي بيعملها الناس. والنتيجة إن حملات سبوتيفاي بقت من أكتر الحملات اللي الناس بتستناها من السنة للسنة. والسر كان في التحليل والتجربة والتطوير المستمر. وعشان أكون صريح معاك أكتر، المسوق اللي بيقف عند مرحلة أنا خلاص خلصت الحملة بتاعتي ومعنديش حاجة تاني أعملها خلاص بيخرج كده من اللعبة. لكن اللي دايما بيسأل نفسه إزاي أطور نفسي وإزاي أطور النتيجة دي أكتر، هو ده اللي بيبني اسم وشغل على المدى الطويل في السوق. يعني التسويق الناجح مش عبقرية لحظة، ده تجريب وتحليل وتطوير مستمر. كل يوم بتتعلم من بياناتك أكتر وبتقرب من جمهورك أكتر، وساعتها النجاح مش بيبقى بالصدفة، بيبقى نتيجة علم ومرونة وشغل ذكي على مدى طويل وعلى مدار السنين. التسويق الإلكتروني مش مجرد شغل، دي بتكون رحلة هتبدأ بالتعلم والتحليل والتجريب والفشل كمان أحيانا، لكن إن شاء الله النجاح هيجي بعد كده. ولو انت ماشي بخطة بتتعلم من كل خطوة انت بتخطوها، اكيد ان شاء الله هتوصل لحلمك ولهدفك. وصدقني لما توصل كل تعبك ده هيتحول لقيمة ومهارة تخليك دايما مطلوب في السوق. يا ريت بقى في نهاية الفيديو ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت بقى تسيب لي كومنت يشجعني على الاستمرارية لو استفدت من الفيديو او شايف ان المحتوى ده مفيد ليك او لغيرك. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.